السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم متابعاتي؟ اليوم حسوي لكم طريقة الجبنية بالجبن البلدي. طبعا الجبن البلدي أنا أخده من الطايف، يجيكي كده بالكيلو. طبعا يتبشر أو يتفتفت، هو أصلا يتفتفت بسرعة، مجرد ما أنا أحتفظ فيه بالفريزر، مجرد ما تطلعيه من الفريزر يتفتفت يعني الجبن. طيب خليني اشوف المكونات. عندي هنا حابشر الجبن البلدي، هاخد كاستين كبيره، كاستين جبن بلدي مبشور. عندي هنا 3 حبات بيض، عندي هنا كاسه دقيق، وعندي هنا رشه هيل، وعندي هنا ملعقه كبيره ممسوحه خميره، وعندي هنا فنجان هذا الصغير سمن او زيت او زبده حسب ما تحبي، حسب الرغبه. انا افضل السمن صراحه، هذا ليه طعم يعني غير شكل صراحه في الجبنيه. وطبعا شيره عشان اشربها، ونشوف الطريقه مع بعض. هنا بشرت الجبن البلدي، هاخد كاستين، شوفوا هاخد كاستين نفس حجم الكاسه هذه. هنا حطيت البيض، احط فنجان السمن او الزبده او الزيت، فنجان من الصغير، حطيت رشه هيل تقريبا نص ملعقه كبيره، احط الخميره بدون ما احطها في مويه، بدون ابدا ما احطها في مويه، على طول مباشره احطها فوق المكونات. اخر شيء احط الدقيق وابدا اعجنها. بعد ما عجنتها، شوف العجينه حقتها تيجي شويه لزجه، احطها بمكان دافي واتركها ساعتين تتخمر. هنا عندي صينيه حدهنها شويه سمن وحفرد العجينه فيها. هنا بعد ما تخمرت ساعتين تقريبا تركتها، حفردها في الصينيه وحادخلها الفرن. اول شيء تتحمر من تحت، بعدين تتحمر من فوق. شوفوا يا بنات، هنا فردتها في الصينيه، شوفوا ححطها الحين في الفرن، فرن حار، ححطها من اسفل تتحمر، تقريبا تاخذ ربع ساعه او 10 دقائق، ربع ساعه. حطيتها في الفرن. شوفوا يا بنات الحين طلعتها كده من الفرن، تحمرت من تحت ومن فوق. الحين ابدا اقطعها واحط لها الشيره طبعا تكون بارده كده. خلاص قطعتها، الحين اشربها بالشيره.